طبعا موداو اللاعبين المميزين، لكن خلي بالنا من رقم 33. وادي امامنا انطلاقه، شوف الضغط هنا، وادي الاستلام، الكرات اللي بيحاول من خلالها مايما اللي بيشترك النهارده التعديل الوحيد مكان اللاعب موكوليني. وادي التسديده القويه، الهدف الاول، التسديده القويه والهدف الاول مارسيلو إليندي. البدايه هنا طبعا يعني كنا بنتكلم، لكن لكل مرحله نتكلم عليها. البدايه هدف مبكر بعد 3 دقائق عن طريق مارسيلو إليندي، اللاعب اللي بتشيل اللي سدد بقى دون اي رقابه. 3 لاعبين في قلب الملعب، حمدي فتحي واليو ديانج واحمد جندوسي، ولكن هدف مبكر بعد 3 دقائق، تسديده قويه على يمين محمد الشناوي عشان يسجل نادي صن داونز اول اهداف المباراه بعد 3 دقائق. بص الراجل استلم ما بين الخطوط وتسديده قويه جدا امامنا، ادت قطعت الكوره ووصلت على طول الى اللاعب اللي مرر اللاعب مايما، وتسديده من اللاعب مارسيلو إليندي اللي وضع كوره قويه بقدمه اليمنى ارضيه، عملت البنده صعبه قوي على محمد الشناوي عشان يسجل الهدف الاول لنادي صن داونز. هدف اول لصن داونز. نتكلم على 12 دقيقه فيها نوع من الهدوء والتحكم من جانب ميلودي صن داونز المتقدمين بالهدف اللي جابه اللاعب مارسيلو إليندي. برافو، ودي كره مقطوعه محمد شريف، التعادل لسه بقول لحضراتكم، حارس المرمى بيطلع الكره بشكل خاطئ، الضغط رائع في اللقطه الماضيه من بيرسي تاو، وتمريره اروع من جانب طاهر، وهدف هنا في هذه اللحظه ياتي هدف التعادل للنادي الاهلي. لسه بنحكي هدف التعادل الاهلاوي، لسه بنحكي على الروح وعلى الاداء وعلى القيمه للنادي الاهلي اللي بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل الاهلاوي من خلال الضغط والخطا. بص الخطا، شوف يا ولد على طول القرار رائع. محمد شريف اللي بيسجل هدفه الافريقي رقم 15. لكن بص الكوره، الضغط الحلو من بيرسي تاو حافظهم، واحمد الجندوسي عمل اسيست رائع، ومحمد شريف يسجل التعادل. كنت بقول لحضراتكم عندهم مشكله في بناء الهجمه من الخط الخلفي، لازم نضغط على حارس المرمى وعلى الدفاع، وبالفعل ياتي هدف الدوليه، وكذلك ايضا خالد عبد الفتاح. مضيبة ركله ركنيه هنا، الكرات الثابته خطيره، الكرات الثابته لهذا الفريق. مضيبة ترجع الكره، لكن على طول الكندوسي اللاعب الجزائري، خطيره هنا زواني، خطيره الكره الثانيه، بص هنا طالع تكشف في التسلل وفي لعيبه ما طلعتش، ويسجل زواني الهدف الثاني. هدف ثاني. الاخطاء الدفاعيه خطيره، الاخطاء الدفاعيه، كره ركنيه ابعدت في مكان خاطئ، ثم الكره الثانيه الحقيقه والضغط وصلت الى زواني اللي بيسجل هدف ثاني في هذه المباراه. وشوف الحوار هنا، يعني طبعا خطر كبير في طبعا ياسر ابراهيم يبدو تعرض كده للالتحام، لان طبعا ما فيش فار، لكن اصبحت النتيجه 2-1 بهدف للاعب زواني. بص الركنيه هذه ابعاد على طول من علي معلول، ثم الكره لطاهر اتاخر، ثم ضربه راسيه. شوف هنا الارتقاء على الكره اللي فاتت، ووصلت على طول الكره الى اللاعب اللي سجل هدف ثاني اللاعب زواني. تربه زواني امامنا هنا بيسجل في هذه اللقطه هدف طبعا في هذه المباراه. وادي امامنا ارتقاء رائع في اللقطه اللي فاتت، والضربه الراسيه اللي وصلت على طول الى زواني اللي بيسجل في مرمى الاهلي، وسبق له الحين صحيح لم يفز في تاريخه على الملاعب الجنوب افريقيه النادي الاهلي، لكن يطمح النهارده في تحقيق الفوز والانتصار، لكن ده مشروط بالاداء وبالروح المعروفه. ودي المحاولات والتسديدات القويه المره دي، ما يسدد، لكن على طول المره دي الدفاع، كرات البعيده، مش ممكن الكره القويه اللي فاجئ بيها الجميع امامنا هنا ويسجل الهدف الثاني. كره طبعا يعني فيها خطا في الرقابه، لم يحسن محمد الشناوي التعامل مع الكرة ولم يتوقعها، ويأتي الهدف الثالث القاتل. هدف ثالث قاتل امامنا هنا، الكرة المسددة من جانب اللاعب اعتقد امامنا هو مكوينا اللي وضع هذه الكرة القوية في شباك النادي الاهلي. مكوينا بيسجل كرة من مسافة بعيدة قوي، لكن الخطأ المتكرر الاستلام، والراجل وجد، وانت شفت يعني لاعبي النادي الاهلي لازم يكونوا اكثر فطنة واكثر ذكاء. شفت ان الفرقة دي بتسدد بقوة، لازم ما تتركش المساحات، الرقابة غير موجودة، وهدف مكوينا صعب، كرة قوية، فاجئ كل من في الملعب، وفاجئ محمد الشناوي. شوف امامنا الاعادة، بص زواني، وادي الكرة الاولانية، وشوف بقى هنا الكرة الثانية، بص يعني قابل، لازم تضغط هنا،
يعني لا ضغط، لا اليو ديانج راح ولا حمدي فتحي راح ولا شوف امامنا ولا حد قابل هذا اللاعب اللي وضع كره قويه جدا قويه جدا من موكوينا اللي كان سجل في مرمى الهلال على المستوى الافريقي في النسخه الماضيه، يسجل هدف قوي جدا بتسديده قويه. لعيبه الاهلي عندها اكتر من كده بكتير. ادي امامنا علي معلول، علي بيرسي تاو يفتح في الجانب اليمين بيرسي تاو، لكن مين معاه يضطر للفردي، عنده الفردي الحلوه، عدى بموديبا، ممكن يطمع ويسجل بيرسي تاو، ممكن يدفع. شفت الدفاع يدفع ثمن ايه؟ الاخطاء الدفاعيه لازم الاهلي يستغلها. موقف واحد ضد واحد وبيرسي تاو يعرف تماما امكانيات وقدرات هذا الفريق، فريقه الاكبر، يسجل ويقلص النتيجه 3 ميميلوني صن داونز الاهلي 2. لسه بقول ممكن يقدر بالمهاره، وراح حلو قوي. بص كوره فيها فردي عمل فردي، تغيير لعب حلو والاستلام حلو من جانب بيرسي تاو، وطمع في الكوره. وبص الدفاع ما حدش قابله، عاملها حلو قوي في البعيد، ضحك على اللاعب اوبيري موديبا. وامامنا هو حارس المرمى ويليامز، المره دي قال له حطها لك فين، وحطها له حلو قوي، يا ولد في البعيده، ويسجل بيرسي تاو هدف تقليص النتيجه. تصبح النتيجه 3